أنا عارف إنك ممكن تكون مش واثق في نفسك حتى لو بتضحك قدام حد، بس خليني أقولك أنا كنت زيك بالظبط، وفي 7 حاجات بسيطة غيروا حياتي. دي مش نصايح محفوظة، دي خطوات أنا نفسي عملتها وبدأت أحس بثقة حقيقية. لو حابب تتابعني وتشوف فيديوهات جديدة كل أسبوع اشترك وفعل الجرس عشان ما يفوتكش أي جديد. الخطوة الأولى، شجع نفسك. أنا عارف إن الصوت اللي جوا دماغك ساعات بيجلدك، بس محتاج تغيره. كل يوم قول لنفسك جملة حلوة عنك، حتى لو كانت بسيطة، زي أنا بشتغل على نفسي أو أنا أستحق أبقى أحسن من كده. بص، أنا أول مرة عملتها حسيت إني مجنون، بس لما كررتها دماغي بدأ يصدق فعلا. الخطوة التانية، اعمل حاجة مفيدة لجسمك كل يوم، حتى لو بس تمارين إطالة أو شوية نط الحبل، بس حسس جسمك إنك بتحترمه. أنا كنت بتمرن 5 دقايق وكنت بحس نفسي سبايدر مان. السبايدر مان خرب الدنيا يا جدعان، والسبايدر مان خرب الدنيا يا جدعان، بس حرفيا كانت فرقة في يومي. الخطوة الثالثة، ابعد عن الناس السلبية. لو كل مرة تقعد مع حد يحبطك لازم تقف وتفكر، الناس اللي حواليك إما يرفعوك أو يسحبوا منك طاقتك. ابعد عنهم فورا. أنا كنت بقعد مع واحد صاحبي كان بيخليني أفكر أرجع لورا مش أتقدم، حرفيا كنت ببقى سلحفة من بعد ما أتكلم معاه. الخطوة الرابعة، اتعلم حاجة جديدة كل يوم، مش لازم كورسات بمبالغ. في مواقع زي كورسيرا أو عندك كتب بسيطة أو فيديوهات تعليمية. أنا كنت بقرأ صفحة واحدة بس كل مرة أحس إني كبرت شوية. الخطوة رقم 5. إيه ده؟ الخطوة رقم 5، افهم إن الناس كلها بشر عاديين زيك. الناس اللي شايفهم على السوشيال ميديا عاديين، بيغلطوا بيتوتروا وبيخافوا زيك بالظبط. الفكرة بس إنك تبدأ تتكلم مع نفسك كأنك بني آدم طبيعي، مش مقارنة تموتك كل يوم. يعني مش عشان عنده دقن وشعر يبقى فاهم في الحياة أكتر منك. الخطوة رقم 6، اخرج من الكمفورت زون. الكمفورت زون يعني اللي بترتاح فيه بس ما بتكبرش. لما تتكلم قدام الناس، لما تجرب حاجة جديدة، ولما تحرج نفسك شوية، بتبني فيك حتة اسمها الثقة من غير ما تحس. أنا أول مرة طلعت فيها قدام الناس نسيت اسمي والله، بس بعدين بدأت أخد على الجو. الخطوة رقم 7، افهم إنك مش محور الكون. مش كل الناس بتفكر فيك ومفيش حد بيراقبك طول الوقت، فلو لبست حاجة مختلفة أو اتكلمت بالغلط عادي. كلنا مشغولين في نفسنا أكتر ما احنا متخيلين. يعني لما تقول حاجة غلط محدش هيكتبها في كتاب التاريخ. لو وصلت للنقطة دي من الفيديو فأنت حد مختلف فعلا، وعشان كده أنا عاوز أبني القناة دي مع ناس زيك. هدفنا نوصل لأول 1000 مشترك فاهمين يعني إيه نعيش لايف نظيف ونبني نفسنا من جوا. ولما نوصل لهم في مفاجأة كبيرة للي بدأوا الرحلة دي معانا. فلو أنت واحد منهم دوس اشتراك وسيب تعليق يقول أنا معاكم من البداية. الثقة بالنفس مش بتتولد، بتتبنى، ودي خطوات بسيطة لو كررتها كل يوم هتلاقي فرق كبير بعد شهر. لو عجبتك الخطوات دي شارك الفيديو مع صاحبك اللي محتاج يسمعهم. أشوفك السبت الجاي إن شاء الله بفكرة جديدة.